بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين نتكلم الترم الثاني عن الكسور. الكسور موضوعات سهلة، بس مطالب من حضرتك تذاكر أول بأول. ما ينفعش تخش الترم غير تكون حافظ جدول الضرب كويس أوي أوي. لو كنت مش حافظه حاول تحفظه، ولو أنت حافظه راجع عليه عشان يبقى يثبت معاك. إن شاء الله رب العالمين الموضوع هيكون سهل معاك إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين النهارده نتكلم عن أول 3 دروس، الدرس الأول والثاني والثالث. تعرف على شوية حاجات، نتعرف على حاجة اسمها كسور الوحدة، تعرف على تحليل الكسور ومزيد من تحليل الكسور. نعرف ايه الفرق بين كل حاجة. أول حاجة نتعرف على بعض المصطلحات أو الرياضية اللي الناس تعرفها قبل ما نشتغل في الدرس بتاعنا. نقول الدعاء بتاعنا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم الصعب إن شئت سهلا. الكسر، الكسر ده هو عدد يعبر عن جزء من الواحد الصحيح أو جزء من مجموعة. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني كافتراضا مثلا، كمثال، انت حضرتك جبت مثلا عندك مستطيل بالشكل ده. المستطيل بتاعنا هنا مثلا اتقسم لواحد، اتنين، تلاتة، أربعة، دول خمسة. قسمتهم باتنين يعني عندي بقى 10، يعني عندي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10. ده 10 أجزاء كلهم من واحد صحيح. تمام. لو أنا افتراضا لونت تلاتة، يعني خدت تلاتة بس، 3 قطع صغيرين من قطعة الشوكولاتة الكبيرة بتاعتي ده، فانا خدت جزء صغير من الواحد الصحيح اللي هو قطعه الشوكولاته الكبيره بتاعتي. فهنا يعتبر هنا جزء من كل اللي هو في رقم فوق في رقم تحت. اللي من فوق ده بقول عليه بسط، واللي من تحت اسمه مقام. احنا اتعرفنا على الكلام ده السنه اللي فاتت على البسط والمقام. يبقى سريعا حضرتك يا بطل لازم تكون عارف ان العدد اللي موجود في الفوق اسمه اسمه بسط، واللي من تحت اسمه اسمه مقام. يبقى انت حضرتك لازم تفرق بين الاثنين، البسط والمقام. كويس جدا. تاني حاجة اتعرف عليها عندي حاجة اسمها كسور الوحدة. ايه كسور الوحدة دي يا مستر؟ قال لي هي كسور بسطها واحد، يعني البسط بتاعها واحد، ومقامها أي عدد صحيح أكبر من أو يساوي الواحد. يعني بالنسبة لنا كسور الوحدة هي كسور بسطها واحد، يعني يكون البسط دايما واحد. ده اللي تركز عليه أكتر عشان تفهم المسألة بتاعتك. طيب تعالى نبص مع بعض هنا زي كسر الوحدة، زي واحد على 10، واحد على 7، واحد على 4. واللي مستر واحد على 10 ده حضرتك اسمه عشر. يعني صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك لو اتكلمت عن كسور وحده نبتدي مع بعض. انا عندي هنا بالنسبه لنا النص، التلت، ربع، خمس، سدس، سبع، تمن، تسع، واخر حاجه عشر. في اكتر من كده بس احنا اكتر حاجه اتعامل معاها. يعني قول معايا كده: يبقى عندي نص، تلت، ربع، نص، تلت، ربع، خمس، سدس، سبع، تمن، تسع، عشر. دي اسمها كسور وحده. كسور وحده يبقى وسطها بيكون واحد. يبقى سريعا كده سريعا انا وانت راجع مع بعض: الكسور هو عدد يعبر عن جزء من الواحد الصحيح. زي قطعه الشوكولاته الكبيره احنا قسمناها كده، قسمناها ل 10 قطع. 10 قطع خدت منها 3. عرفت عندي على الكسر في بسط وفي مقام. كسور وحده من فوق البسط بيكون واحد، ومن تحت اي مقام اي رقم اكبر من او يساوي الواحد الصحيح. بعد كده هنتكلم مع بعض عن حاجه اسمها الكسور الاعتياديه. ايه الكسور الاعتياديه؟ الكسور الاعتياديه هي كسور بسطها اصغر من مقامها، يعني اسمه كسر حقيقي. يعني الكسر الاعتيادي هو كسر حقيقي. انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. يعني حضرتك البسط يكون اقل من المقام، يعني من فوق اقل من تحت. يعني 20 سبع 5 اسباع 3 ارباع. يعني حضرتك هنا يا بطل لازم الكسر الاعتيادي يكون البسط اقل من المقام، البسط اقل من المقام، البسط اقل من المقام. يبقى انا دلوقتي اتعرفت عن حاجه اسمها الكسر، اتعرفت يا مصر عن اللي هنا كسر او كسور الوحده، كسور الوحده. اتعرفت دلوقتي يا مستر عن الكسر الاعتيادي. طب نتعرف عن حاجه تانية اسمها تحليل الكسور. يقصد به تقسيم او تجزئه الواحد الصحيح او الكسر الاعتيادي الى اجزاء صغيره. زي مثلا العدد بتاعنا اللي هو 17. ممكن اقسمه حالتين: اقسمه بالشكل ده اهو، اقسمه بالشكل ده او اقسمه بالشكل ده. بص معايا كده. يعني ممكن هنا السبعة على 10 ممكن اقسمها واحد، يعني واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يعني واحد من عشر 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 عشر. ده اسمه تحليل، أنا قسمت كده. أو ممكن تقول لي مستر السبعة دي 7 أعشار عبارة عن 20 وخمس أعشار. يبقى ده اسمه التحليل. احنا هنتعرف عن كل كل تعريف اتكلمنا عنه هنعرف عنه تفصيلا وازاي نشتغل معاه. آخر حاجة نتعرف عليها النهاردة
عندي حاجه اسمها تكوين الكسور، ويقصد به تجميع الكسور معا. يعني هو بيديك هنا ايه؟ يديك المساله وانت تحلها لتكوين كسر اعتيادي جديد او عدد صحيح، وهنفهم معنى ايه الكلام ده من خلال الحل مع بعض. في عندك ملاحظه، كسر الوحده هو احد الكسور الاعتياديه، ولكن بسطها يساوي واحد زي ما هنقول امثله زي الشكل ده. تمام. تقل قيمه الكسر الوحده كلما كبر المقام. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك هنا النص ده اكبر من التلت، والتلت اكبر من الربع. يعني كل ما الرقم من تحت يكبر يبقى صغير. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك معاك بيتزا، لو قسمتها على 2 هيشبعوا. طب لو قسمتها على 3 هيشبعوا شويه. طب لو قسمت هنا ايه؟ نفس البيتزا صلى الله عليه وسلم على 10، يبقى هنا ايه؟ العدد بالنسبه لك ايه؟ زايد، فانت ايه؟ تاخد قطعه صغيره. كل ما ايه؟ كل ما العدد بيكبر. طب قلنا ايه؟ 1 على 100، ده كده مش هلحق حاجه خالص. يبقى هنا بالنسبه لنا كسر الوحده كل ما المقام يكبر يبقى الكسر بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى صغير. تمام كده؟ تمام. يلا بينا نخش على الجزء تاني مع بعض. اقرأ واكتب. نصف 1 على 2، تلت 1 على 3، ربع 1 على 4، خمس 1 على 5، سدس 1 على 6، سبع 1 على 7، تمن 1 على 8، تسع 1 على 9. يبقى حضرتك بطل لازم ايه؟ تحل. يبقى 1 على 2 اسمه ايه؟ نصف، تلت، ربع، قول معايا، خمس، سدس، سبع، تمن، تسع. مرة تانية، نص، تلت، ربع، خمس، سدس، سبع، تمن، تسع. ممتاز. بيقول معايا بعد كده الواحد الصحيح لازم تكون عارف حضرتك يا بطل، الواحد الصحيح فيه نصين. يعني هنا نص زائد نص يساوي واحد صحيح. يبقى الواحد الصحيح فيه كام نص؟ اللي يصير نصفان. ده سؤال بيجي في الامتحان يقول لك الواحد الصحيح يوجد به نقط او نصفان. الواحد الصحيح فيه كام تلت؟ يبقى هو تلت لواحد، اتنين، تلاتة. يبقى الواحد فيه كام تلت؟ ثلاث أثلاث. طيب الواحد الصحيح نفس الكلام في أربع تربع، أدي ربع، اتنين، تلاتة، أربعة، أربع أرباع. يبقى الواحد الصحيح يوجد به أربع أرباع. الواحد الصحيح برضه في خمس أخماس، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. يبقى الواحد الصحيح في خمس أخماس. الواحد الصحيح في هنا بالنسبة لنا في ست أسداس، سبع أسباع، ثمان أثمان، تسع أتساع، 10 أعشار، أي رقمين شبه بعض يبقى يديك واحد صحيح. يمكن كتابة الواحد الصحيح في صورة كسر غير حقيقي بسطه يساوي مقامه. يبقى هنا ايه؟ تعرفنا حاجة جديدة، مصطلح جديد عندي، حاجة اسمها كسر غير حقيقي. أنا عندي بالنسبة لنا قلنا ايه؟ كسر اعتيادي صلى الله عليه وسلم، قلنا كسر اعتيادي البسط يكون أقل من المقام. كسر غير حقيقي يكون البسط هيساوي المقام او اكبر منه، وهنعرف الكلام ده خلال الدروس الجايه. طيب ابص هنا، دول اربع ارباع، 1 2 3 4، فقلت 4 على 4 يعني يساوي واحد صحيح. يعني الواحد الصحيح في اربع ارباع، الواحد الصحيح في ست اسداس. فالواحد ممكن اكتبه 2 على 2، 3 على 3، 4 على 4، 5 على 5، 6 على 6. يبقى الواحد الصحيح عباره عن اي رقمين شبه بعض. يبقى سريعا اقول لك الواحد الصحيح في كام نصف؟ تقول لي مستر كام؟ برافو عليك يا بطل، قلت نصفان. في كام تلت؟ برافو، ثلاث اسلاس. في كام ربع؟ برافو عليك. في كام خمس؟ ايوه ممتاز، قال خمس اخماس. برافو عليك. تعال نخش على التدريب الاولاني. اكمل الجدول التالي. تعال نبص مع بعض. اداك هنا مجموعه من رسومات الاجزاء المظلله زي الرسم الاولاني. قال لك هنا في الجدول اللي قدامك ده اجمالي عدد الاجزاء المتساويه، واجمالي عدد الاجزاء المتساويه المظلله، والصيغه اللفظيه، وصيغه الكسر الاعتيادي. تعال نبص مع بعض. اجمالي عدد الاجزاء المتساويه كم جزء متساوي؟ يعني عندي جزئين قد بعض. اجمالي عدد الاجزاء المتساويه المظلله كم جزء مظلل؟ عندي واحد بس. حلو قوي. يبقى الكسر بتاعنا هنا عباره عن جزء، اقول جزء على الكل. يعني هنا ايه؟ واحد على الاثنين. فاكر واحد على الاثنين كان اسمه ايه؟ برافو عليك، اللي قال لي ايه؟ اللي قال نصف. تعال نبص مع بعض تاني. يلا. الاجزاء المتساويه واحد، اثنين، ثلاثه. يبقى عندي ثلاث اجزاء متساويه. كم واحد جزء مظلل؟ واحد بس. يبقى هنا ايه؟ واحد على مين؟ على الثلاثه اللي اسمه ايه؟ برافو، سمعك يا بطل، اللي قلت له تلت. ممتاز. تعال نبص تاني. عد معايا. واحد، اتنين، تلاته، اربعه. حلو. كم جزء مظلل؟ واحد بس. برافو. يبقى ايه؟ ربع. واحد على اربعه. يبقى ده اسمه ايه؟ ربع. تعال نبص تاني. عد معايا. واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه. يبقى الاجزاء المتساويه خمسه. كم واحد مظلل؟ واحد بس. يبقى واحد على الخمسه اللي اسمه ايه؟ ممتاز جدا، اللي قال لي خمس.
برافو، تيجي معايا عد 1 2 3 4 5 6. واحد بس مظلم، يبقى واحد على مين؟ واحد على 6، يبقى اسمه ايه؟ ممتاز، اسمه سدس. عد معايا يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8. كم واحد مظلل؟ واحد بس، يبقى واحد على الثمانية اللي اسمه ايه؟ برافو عليك، سمعك يا بطل، اللي قلت لي ايه؟ توم. ممتاز. يلا بينا ناخد تدريب تاني مع بعض. ظل حسب الكسر المعطى رقم 1 3 على 8 يعني ثلاث أثمان، يعني لون 3 أنا عندي 1 2 3 يبقى لون ثلاث أثمان. رقم 2 2 على 8 يعني ثمنان، يعني لون 2 أدي عندي 1 2 لون 2 منهم. 1 على 6 اسمه إيه؟ برافو سامعك يا بطل، قلت له سدس فهلون واحد بس. اللي بعدها رقم 4 3 على 5 يعني ثلاث أخماس، يعني لون 1 2 3 ألون ثلاث أخماس، لون 3 منهم أهو. اللي بعدها خمس أتمان، يعني لو 5 من 8 أدي عندي 1 2 3 4 دي رقم 5. اللي بعدها خمس أسداس، يعني لو 5 من 6 خمس أسداس، يعني 1 2 3 4 دي رقم 5. يلا بينا نخش على التدريب بعد منه. أكمل الجدول. النموذج اللي قدامنا يديك نموذج، واديك انت تكتب الكسر الاعتيادي وتكتب كسر الوحده، بعد كده تكتب حاجه اسمها معادله تكوين الكسر الاعتيادي. الكسر الاعتيادي بتاعنا هنا هنكتب الجزء على الكل. كام واحده مظلله؟ 2. حلو قوي. على كلهم كام؟ 1 2 3 4. حلو. كسر الوحده بتاعنا اللي اتكون منه يعني ربع. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني ربع زائد ربع يبقى ربعين، فده اسمه كسر الوحده بتاعنا اللي اتكون منه الكسر اللي هو ربعين. المعادله بتاعتي هقول له هنا ايه؟ ربع زائد ربع هيساوي ربعين. الثانيه النموذج بعد كده، الثانيه خمس اسداس، عاوز اكون نموذج، بعمل هنا المستطيل بتاعنا اهو، عاوز هنا 6 فبقسمه عادي، ادي عندي 1 2 كده عمل 3 واقسمه كده نصين. حلو جدا. هلو منهم 5 ادي عندي 1 2 3 4 5 يبقى 5 اسداس. كسر الوحده بتاعنا اللي هو سدس اللي اتكون منه، فعاوز اكتبه بالنسبه لنا، فاقول له ايه؟ اقول له سدس زائد سدس زائد سدس زائد سدس. كم مره كده؟ 4. واعمل الخمسه بتاعتي يبقى يساوي الحل بتاعنا 5 اسداس. تعال نبص على المثال بعد كده. هنا اداني كسر الوحده اللي هو توم. طب الكسر الاعتيادي 1 2 3 يبقى كانت كام واحده مظلله؟ 3. عددهم كلهم كام؟ 3 4 5 6 7 8 يبقى هنا ايه؟ ثلاث اتمام. عاوز اكونه هنا فاقول هنا ايه؟ توم زائد توم زائد توم يبقى الحل بتاعنا يساوي كام؟ ثلاث اتمام. تعال نبص المساله بتاعتي. هو اداني المعادله، عاوز اعمل نموذج والكسر الاعتيادي والكسر الوحده اللي هو تلت. كسر الاعتيادي اللي هو تلتين. تعال نعمل النموذج بتاعنا، اقسمه 3 اهو. الون كم واحده؟ اظل 2 ادي واحده 2 يبقى هنا ايه؟ اداني تلتين. يبقى تعال نخش على جزء جديد. 4. لاحظ النقطة إي عن خط الإعداد ثم حدد عدد كسور وحدة التي تحتاجها لتمثيل النقطة إي في كل مما يأتي. طيب أول حاجة بالنقطة إي، النقطة إي بتاعتي بيساوي إيه؟ ربعين. لو عاوز أعملها كسور وحدة يبقى أقول هنا ربع زائد ربع. ربع زائد ربع يساوي 40. حلو قوي. يعني أقول هنا عدد كسور الوحدة، يبقى أحتاج كام كسر وحدة؟ يبقى أقول له 2. طب تعال نخش على السؤال بعد منه. أجيب إي ليه بيساوي كام يا مستر؟ 6 أسباع. طب عاوز أعملها كسور وحدة يبقى أقول له سبع زائد سبع. كم مرة؟ 6 مرات، ادي 2 3 4 5 6. يبقى هنا عدد كسور وحدة عشان أكون العدد بتاعنا اللي هو 6 أسباع، أقول له عدد كسور الوحدة يبقى يساوي 6. السؤال بعديه، الإي يساوي كام؟ ممتاز جدا، قال لي ثلاث أخماس. تعال نقسمها لإيه؟ الكسور وحدة، يبقى عندي دي خمس زائد خمس كمان زائد خمس. كام كسر وحدة كده؟
3 برافو، يبقى اقول له عدد كسور الوحده يساوي 3. طب هنا الاي بتساوي كام؟ بتساوي 5 أتمان. يبقى كام تمن؟ يبقى يساوي ايه 5 أتمان. ادي تمن 2 3 4 5. يبقى عدد كسور الوحدة يساوي 5. تعال نخش على التدريب تاني مع بعض، يلا يا بطل. 5. اكتب عدد كسور وحدة التي تكون كل من الكسور التالية. سهل قوي. 4 على ايه 6، لو عاوز اكونه يبقى عندي ايه؟ ادي عندي سدس زائد سدس زائد سدس زائد سدس. كام سدس دول؟ 4. فهريح نفسي كده على طول، يبقى هنا عاوز عدد كسور وحدة يبقى اقول له 4. يبقى هنا كام عدد كسور وحدة؟ تلت زائد تلت يبقى كام تلت؟ تلتين. خد الرقم من فوق. عدد كسور وحدة هنا 6 أسباع. عدد كسور وحدة هنا 4 أرباع. 5 أتمام يعني 5 على 8. عدد كسور وحدة يبقى 5. 3 أسداس يعني 3 على 6. كم كسر وحدة؟ 3 اللي هم إيه؟ 3 أسداس. السؤال السادس أكمل. تلت زائد تلت موضوع سهل جدا. أول حاجة تنزل المقام، اجمع اللي فوق يبقى يساوي 2. طبعا بص على بعدها، بنزل المقام اللي هو 5، اجمع اللي فوق يا بطل. 1 و1 2، 1 يبقى يساوي 3. طيب اوعى تغلط في سؤال زي ج ده. هنا ده الحل اللي هو 5 أسداس. يعني المسألة جاية كده، أنزل المقام اللي هو 6، بسأل نفسي كام زائد 5 زائد 1 يساوي 5؟ أيوه يا بطل 4، يبقى 4 و1 5. ده الحل بتاعنا في المسألة رقم د. 7 أتساع، يبقى المسألة ماشية كده. المقام هنا 9، 1 زائد 3 يساوي 4. 4 وكام يديك 7؟ ممتاز جدا، اللي قال لي 3، لأن 3 و3 6 و1 7. بص المسألة هنا هو عاوز الحل هنا. أنزل المقام اللي هو 7، اجمع 1 2 3 4 يبقى 4 أسباع. تعال نبص تاني هنا. 3 أرباع اللي شكلها زي 3 أرباع. 3 على 4 يعني ربع وربع وربع. الواحد الصحيح قلنا تعال نبص كده في أي رقمين شبه بعض. طب هنا عنده 1 2 3 4 5 يبقى كام ايه؟ يبقى 5 أخماس. يبقى أقول له خمس زائد خمس زائد خمس زائد خمس زائد خمس يبقى 5 أخماس. تعال نخش على التدريب تاني مع بعض. 7. اكتب تعبيرا رياضيا لتحليل الكسور الآتية إلى كسور وحدة. ألف تلتين، أنا عاوز كسور وحدة يبقى أقول له إيه؟ تلت زائد تلت. طب 3 أخماس، أنا عاوز أعمل كسور وحدة يبقى أقول له خمس زائد خمس زائد خمس. 5 أسباع يبقى أعمل كام صبع؟ 5. أدي 1 صبع 2 3 4 ادي 5. اللي بعدها 6 أتساع يبقى اقول له ايه؟ 9 2 3 4 5 6. 6 أتساع. 7 أعشار يعني عشر، ادي 1 عشر 2 3 4 5 6 7. 7 أعشار. 3 أتمام يبقى أعمل كام تمن؟ 3 ادي 1 2 3 عملت 3 أتمام. السؤال اللي بعد كده 8. أكمل لتحليل كسور الاعتيادية التالية بطريقتين مختلفتين. أنا هنا عامل كلهم واحد، هنا إيه؟ عامل 4 فهم 4 يبقى عاوز كسور وحدة، يبقى عاوز خمس زائد خمس زائد خمس زائد خمس. طب لو عامل 2 يبقى عاوز خمسين، خمسين وخمسين. واحد يقول لي مستر هعمل 1 و3 برضه صح. تعال نبص هنا. أسهل حاجة لما أديك سؤال كده أقول لك حلله، ابتدي قول ده 1 يبقى صبع وده صبع وده صبع. حلو كده. 1 1 2 3 يبقى فاضل لي 3 على السبعة. واحد يقول لي مستر اعمل 2 2 و1 1 صح. يعني ممكن احلها الشكل ده اهو. يعني اقول بالنسبه لنا ايه؟ اقول له ايه؟ 70 و70 كمان و70 يبقى يساوي 6 اسباع. المسألة بعد كده 5 اسداس، هنحلها مع بعض. يعني اقول له ايه؟ سدس زائد سدس زائد سدس يبقى يساوي 3 اسداس
يبقى فاضل 2. او اعمل هنا بالنسبه لنا سدسين زائد سدسين زائد 1 بس، سدس. ممتاز جدا، مركز وحل معايا. د 7 2 يبقى هنا ايه؟ ادي تمن زائد تمن كمان زائد تمن، يبقى كده كام واحده؟ 1 2 3، يبقى ناقصني 4، يبقى 4 2. نفس الكلام هقوله، ممكن اقول هنا ايه؟ 3 2 وتاني 4 2. واحد قال 5 و2 برضه صح، 6 و1 برضه صح. 9 على ايه؟ على ال 12. ممكن اقول له 3 على ال 12، 3 على ال 12. طيب 2 على ايه؟ على ال 12 كده، يبقى ده 6، 6 و2 8، يبقى ناقص 1، يبقى كده 9. ممكن تقول لي مستر التسعه دي عباره عن 4 و5، اقول لك برضه ممتاز، برضه صح. تعال نحل المساله بعدها. انزل المقام اللي هو ثابت دايما ما بغيروش في كل مساله حسب ما يكون قدامي. هنا 10، تعال نوزع هنا 2 2 2، يبقى ده 6 و2 يساوي 8. طب واحد يقول لي مستر ال8 دي ممكن اقول هنا 2 و4 و2 ينفع؟ اقول لك ينفع برضه، يبقى هنا 20 و14 و20. طب 7 على 16 ادي عندي بالنسبه لنا المقام بتاعنا اللي هو كام؟ انزله زي ما هو اللي هو 16، احنا نزلناه اهو 16 فيهم كلهم. ادي 1 على 16 2 3 4، يبقى ناقصني كام من السبعه؟ ايوه يا بطل، ممتاز، اللي قال 3. تعال ننزل هنا المقام اللي هو 16 فيهم كلهم اهو 16. تعال نوزع السبعه، واحد يقول لي مستر 2 و2، يبقى كده 4 ناقص مين؟ ناقص 3 عشان يديك 7، يبقى 2 و2 4، 4 و3 يديك 7. ال 15 ادي 15، انزل 15 بتاعتي اهي. يلا اول 11 دي ممكن اقول لي مستر هنا 3 و3 و3، 3 و3 6 و3 كام؟ 9. فاضل لي كام على 11؟ فاضل 2. ممتاز. واحد يقول لي مستر انا هعمل هنا 5 و5 يبقى 10، يبقى فاضل 1. اقول لك برضو ايه؟ برضو صح. كده انت عملت حاجه، مركز وتحل معايا. تعال نعمل المقام اللي هو ثابت فيهم كلهم اللي هو مين هنا؟ اللي هو 11. المقام 11 انزله، نوزع ال 10 اقول له 2 4 6 8 و2 كمان يبقى 10. صح كده؟ واحد يقول لي مستر 10 ممكن اقسمها كام وكام؟ 5 و5، اقول لك برضه صح. والمقام ثابت. تعال نخش على التدريب تاني مع بعض، يلا بينا. المسائل اللفظيه بتاعتي هنا: اقرأ ثم أجب. يحتاج مازن 3/4 كوب من السكر لوصفة طعام. لديه كوب قياس يستوعب مقدار ربع كوب من السكر، ما عدد المرات التي سيحتاجها مازن لملء كوب القياس لإكمال الوصفة؟ أنا عندي الثلاث أرباع، ثلاث أرباع اللي عاوز يملاها إيه؟ للوصفة بتاعته. الكوب بتاعه بياخد ربع، محتاج كام ربع؟ يعني اقول له ربع، عاوز اعملها على كسور وحده، يبقى كام كسر وحده كده؟ 1 2 3. يبقى عدد المرات اللي اعملها اقول له 3 مرات، يبقى احتاج كام مره؟ 3 مرات. كل مره يملى ربع، فيملى ايه الكوب بتاعه؟ 3 ارباع. يريد عمر طلاء 5 أتساع من حائط بلونين مختلفين. حل الكسر بطريقتين مختلفتين لتساعد عمر على الطلاء. استخدم النماذج لتوضيح اجابتك. تعال نبص مع بعض هنا. انا عندي هنا الرقم بتاعنا اللي هو 5 أتساع. تعال نحله مع بعض، انا عاوز احله بطريقتين. طيب ادي طريقه، 5 على 9 بطريقه ثانيه نحلها مع بعض. واحد يقول لي مستر الخمسه عباره عن 2 و3، يعني اقول له ايه؟ 90 وثلاث اتساع، اقول له صح. هنحلها مع بعض هنا بالنسبه لنا. يبقى هنا ايه؟ واحد يقول لي مستر قال له 9 زائد 9 زائد ثلاث اتساع، كده عملتها 5 برضه. دول مع بعض دي 5 ودول مع بعض دي 5. تعال نعمل نموذج كده مع بعض. انا عاوز هنا ايه؟ نموذج. انا عاوز اقسمه ايه؟ 9، ادي دول 3 ودول عندهم 3 يديك 9. هظل منهم 5، ادي 1 2 3 4 5. أكل عمر خمس كيس الفشار وشارك هو وأخيه أمير فيما تبقى من الكيس. اكتب معادلات توضح طريقتين يمكن استخدامهما لتقسيم الفشار. طيب هو كان معاه كيس فشار واحد بس، الواحد ده هو عبارة عن 5 على 5. حلو كده؟ طيب يعني هو معاه كيس فشار كامل 5 على 5، كل منهم خمس، هيتبقى معاه 4 أخماس. طب الأربع أخماس دول أنا عاوز أقسمهم بينه وبين أخوه أمير. بالنسبة لنا
50 هو ياخد 50 واخوه الصغير او الاكبر منه ياخد 50. طيب او ممكن هو بالنسبه لنا يدي اخوه خمس وهو ياخد 3 اخماس. كده حليت المساله بتاعتي. اشترت بسمه زجاجه زيت ساعتها 5 اسداس لتر، فاذا كانت تستخدم يوميا سدس لتر فاكتب المعادله التي تعبر عن عدد الايام التي تستخدم فيها بسمه زجاجه الزيت. ابص هنا اقول له ايه 5 اسداس، تعال نقسمهم الى كسور وحده اسداس. ادي عندي 1 2 3 4 5. ادي عندي 5. يبقى كام يوم؟ اقول له ايه عدد الايام اللي بيسالني عنها اقول له 5 ايام. السؤال بعد كده تمثل الدائره الكامله واحد صحيحا كما بالرسم المقابل. حلو. حلل الواحد الصحيح الى كسور وحده. هم كام واحد دول؟ 4، يعني 4 ارباع. فانا عاوز اعمله كسور وحده، فاقول له هنا ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع، دول 4 ارباع. ارسم نموذجا يوضح طريقه واحده لتحليل الكسر. تعال نبص مع بعض. اجي ارسم بالنسبه لنا مستطيل اقسمه عباره عن 2 كده، 2 كده 4، وحل ايه واظلل منهم 3. كده استعملت نموذج يوضح هنا ايه الرقم بتاعنا، يوضح طريقه واحده لتحليل الكسر بتاعنا. عملنا ايه؟ طب يعني هنا الرقم بتاعنا اللي هو 3 ارباع لو حللناه يبقى هنا عباره عن ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومتابعه الفيديوهات، عشان ان شاء الله رب العالمين هننزل فيديو شرح على الدرس الاولاني والثاني والثالث، حل تدريبات واسئله كتاب سلاح التلميذ وكتاب الاضواء. ربنا يفرحكم واولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.